وجه جاسر عريسها ومعاه بعض قرايبه وأصدقائه عشان ياخدها، لأنه قام بتجهيز حفل زفاف صغير. دخل عليها ياخدها ويمشي. سمعتهم، سمعت الزغاريت والهيصة. خرجت من غير ما تكمل لبسها وتجهيزها عشان تعرف في ايه بره. لكن والدها رجعها للأوضة تاني وقال لها ما تخرجيش لغاية ما تكملي لبسك. دخلت للكوافيرة وقالت لها يلا يلا خلصيني بسرعة عشان أقعد أهيص وألعب وأرقص معاهم. الكوافيرة لا حول ولا قوة إلا بالله. انت العروسة، يعني انت تمشي مع عريسك وهم اللي يهيصوا ويغنوا ليكي. ليلى بس أنا عاوزة أرقص معاهم، ماليش دعوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشكركم جدا على تفاعلكم وبعتذر عن التأخير. بابا، هو الجواز ده حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ أنا مش عايزة أتجوز. أصل صاحبتي قالت لي إنهم هياخدوني من بيتنا وأروح مع راجل غريب غيرك، ويدخلوني معاه أوضة ويقفلوا علينا وهنام جنبه على السرير. أنا خايفة يا بابا، أنا عاوزة أفضل معاك ومش عاوزة أروح مع حد. بابا ليلى، معلش يا ليلى يا حبيبتي، انت لازم تتجوزي، وده غصب عني مش بمزاجنا يعني. ملناش غير بعض. أنا لفيت على كل اللي لينا صلة بيهم من قريب ومن بعيد، كلهم اتهربوا مني لمجرد إني هطلب منهم إنك تعيشي معاهم، ومنهم من اعتذر عن إنه يقبل إنك تعيشي عنده. وأنا مش هعيشك مع حد غصب عنه. أنا أعرف هو ممكن يعمل معاكي إيه بعد وفاتي، عشان أنا مصاب بمرض خطير. والدكتور بعد ما عمل التحاليل والفحوصات اللازمة عرفني إني قدامي شهور معدودة بالكتير قوي، وإني ممكن في أي لحظة ما أكونش معاك يا بنتي على الدنيا دي، وأنا لازم أكون متجوزك ومطمن عليكي. ليلى رمت نفسها في حضنه وهي عمالة تعيط. بعد الشر عليك يا بابا، بطل بطل بكاء بقى خلاص يا بابا. لو ده مش هيخليك تبكي أنا موافقة، بس أرجوك كفاية بكاء. ومدت ليلى كفها الصغير ومسحت دموع أبوها. ضمها أبوها في حضنه أكتر، كأنه بيحاول إنه يخفيها جواه من الأيام الجاية ومن اللي بيستناها في الأيام الجاية. حطها قدامه بعد ما مسح دموعها ودموعه وقال لها ليلى بنتي حبيبتي، عاوزك تبقي شاطرة، انت كبرتي، اسمعي كلام زوجك وأمه وحاولي تكسبي أمه عشان ترتاحي في عيشتك معاهم. أنا آسف إني كنت عرضك للجواز وكأنك سلعة للبيع، بس الظروف بقى هي اللي غصبتني على الأمر ده. بس لازم تعرفي يا ليلى إنك غالية قوي عندي، وده ما يرخصكيش. اللي يدور على الحلال عمره ما يكون رخيص أبدا يا بنتي. ليلى، أنا مش فاهمة حاجة يا بابا. والدها، أنا عارف يا ليلى إنك مش فاهمة كلامي، بس أنا كان لازم أقولك الكلمتين دول عشان لما تكبري وحد يقولك إن والدك كان عرضك للجواز تفتكري كلامي ده وتعرفي تردي عليه وما تزعليش من جواكي. ليلى حاضر يا بابا. شوية وجرس الباب رن. قام باباها وفتح الباب. دخلت الكوافيرة، صاحبة الكوافير اللي بآخر الشارع، واللي كان والدها متفق معاها إنها تيجي وتحضر العروسة للزفاف، لأنه اتفق مع العريس إنه يتم كتب الكتاب في نفس ليلة الدخلة، وإنها تعيش مع والدته، وده علشان حالته المالية. والدها مصاريف العلاج خلصت على الفلوس اللي كانت معاه، وكمان العريس حالته المادية صعبة. هو شاب في الثلاثينات متخرج من الجامعة، ولكنه ملقاش شغل بشهادته، وفضل
يتنقل من شغل لشغل بأجر بسيط. أخدتها الكوافيرة ودخلت بيها الأوضة وفضلت توضب فيها وكأنها بتحاول إنها تداري ملامحها الطفولية اللي مالية وشها. فهي 11 سنة حاولت على قد ما تقدر إنها تتحايل على سنها عشان تظهرها آنسة بكل خبرتها، وفعلا حطت خبرة السنين في تجميلها وإخفاء ملامحها الطفولية، ولكن من الصعب إخفاء طبيعتها كطفلة. جه العريس ومعاه بعض الأقارب والأصدقاء عشان ياخدها. هو قام بتجهيز حفل صغير لزفافهم، لكنها لما سمعت صوت الزغاريت والهيصة خرجت من غير ما تكمل لبسها وتجهيزها عشان تشوف إيه اللي بيحصل بره. ولكن رجعها والدها للغرفة وقال لها ما تخرجيش لغاية ما تكملي لبسك. فدخلت للكوافيرة وقالت لها يلا خلصيني بسرعة عشان أقعد أهيص وألعب وأرقص معاهم. الكوافيرة لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حبيبتي انت العروسة، يعني انت تمشي مع عريسك وهم اللي يهيصوا ويغنوا ليكي؟ ليلى بس أنا عاوزة أرقص معاهم. ماليش دعوة. الكوافيرة لما توصلوا مكان حفل الزفاف ابقي ارقصي مع عريسك أو أصحابك. ليلى بجد؟ طب يلا بسرعة. الكوافيرة حاضر خلاص قربنا أهو. أول ما خرجت ليهم قام جاسر العريس عشان ياخدها ويروح بيها المكان اللي هيكتبوا فيه الكتاب ويعملوا فيه الفرح هو وبنات العيلة. إيه العروسة دي عيلة صغيرة. وردت عليها التانية دي طفلة يا بنتي، انت أول مرة تشوفيها. ترد عليها واحدة تانية ده إيه ده، هو أهلها مستغنيين عنها دي ولا إيه؟ وما صدقوا يخلصوا منها ويجوزوها. أكيد البنت دي وراها حاجة غلط. والد ليلى بيسمع الكلام ده والتلقيح كتم بقلبه وساكت ومتحمل كلامهم اللي زي الرصاص. ونزلت دموعه أثناء فرح بنته. أخدها جاسر وهي حاطة إيدها الصغيرة في إيده ونزلوا ركبوا العربية. أخت جاسر بسمة أصغر ليلى في السن شوية دخلت وقعدت جنبها في العربية، لكن ليلى بطبيعتها الطفولية لا لا لا، انزلي من هنا، كده الفستان كبير وانت هتقعدي عليه وتبوظيهولي. بسمة أخت العريس لا مش نازلة، دي عربية فرح أخويا. وفضلوا يتخانقوا مع بعض، ولكن جاسر بهدوء شوية شخط في ليلى. خافت ليلى منه وسكتت وكتمت غيظها من بسمة وسكتت. لكن طول الطريق وهي عمالة تزق في بسمة ابعدي عن فستاني. وبسمة تقول لها هو أنا جيت جنبك جاسر؟ وبعدين بقى في لعب العيال ده يا ريت نسكت بقى، خلي الليلة دي تعدي على خير. بسمة يا أبيه هي اللي بتستعبط، أنا ما عملتش ليها حاجة. ليلى لا عملت يا أبيه، قاعدة تلعب في فستاني. جاسر انت بتقولي ايه؟ انت بتقولي لي يا أبيه ازاي؟ ليلى ايوه، ما بسمة بتقول لك يا أبيه، وفيها ايه دي؟ جاسر رد عليها قال لها لا ما فيهاش، ده باين انه هيبقى مرار طافح. كان صديق جاسر هو اللي بيسوق العربية. قال له مش انت اللي عملت كده في نفسك يا جاسر؟ هو في حد يتجوز واحدة لو كان اتجوز بدري كان خلفها؟ جاسر ما انت كل شيء على يدك يا حازم، انا كل ما ادخل بيت اطلب ايد واحدة اللي تقول لك انا عاوزة اعيش في شقة لوحدي، واللي زيادة على كده عاوزة شبكة بالشيء الفلاني، واللي عاوزة جهاز جديد وبمواصفات معينة، وانا يا دوب اللي جاي على قد اللي رايح، ولا ليا اب ولا اخ يشيل الحمل معايا، وانا اللي مسؤول عن اخواتي البنات وعن امي. ما صدقت والدها وافق على ظروفي، ويا عم لو كان على انها صغيره بكره تكبر. كبر دماغك يا عم حازم، اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. انت ربنا يبارك ليك في اهلك حازم. طب يا عم خلاص سكتنا. يا عم انت هتحسد كمان. وصلوا القاعه وقعدوا بالكوشه
وليلى فضلت شايفة العيال عمالين يلعبوا وشايفة هيصة والأطفال بتجري ورا بعضها، استغلت إن جاسر. وهنا أقول لكم أترككم في الحلقة القادمة إن شاء الله، وأترككم في رعاية الله وحفظه وأمنه.